السلام عليكم خوتي خواتاتي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا على خير وبخير. مرحبا بكم في قناتكم، هي قناه عالم جوديا. كيف ما شفنا خوتي، شكون اللي ما كيعرفش هشام وخديجه، المثال ديال المراه المغربيه الصبوره المكافحه مع الزوج ديالها ومع المرض ديالو. صراحه عطات واحد الصوره جميله للمراه المغربيه. ما علينا خوتي، كيف ما شفنا انه البارح بزاف ديال الناس اللي دخلوا هجموا على خديجه من بعد ما حطات واحد ستوري اللي كتقول بانه انها كتفكر هشام بالشهاده ديالو بسكرات الموت. بزاف ديال الناس ما جاوهمش ستوري ودخلوا كيهجموها، اللي دغيا خديجه مشات ومسحات داك ستوري. المهم وكذلك الصديق ديال هشام اللي حط واحد الفيديو اللي كيقرا فيه القرآن الكريم، اللي لخونا هشام اللي كيدعي ليه بالشفاء العاجل ان شاء الله، واللي المغاربه كاملين كيدعيو معاه. صراحه حنا كنتألموا لهشام، ملي كنشوفوه كيتألم. وكيف ما قلت لكم انا المغاربه صراحه كامل واقفين معاه وقفه وحده، وبالخصوص خديجه الزوجه ديالو. من حط هاد الصديق ديال هشام حمزه، من حط هاد لا فيديو هذا اللي كيقرا فيه القران، خديجه ردات عليه بهذا الرد هذا اللي كتقول فيه: عندما يحب الله عبدا يبتليه فلا تقنطوا من رحمة الله. أوليس الله هو من شفى أيوب وكشف ضر يعقوب وأخرج يونس من بطن الحوت وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم؟ هل يعجزه مرض هشام؟ لا وربي، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. سيشفى أخونا هشام بإذن الله. كيف ما سمعتوا اخوتي شنو قالت خديجه، واللي صراحه ربي قادر في ثانيه انه يشفي خونا هشام ويشفي جميع المسلمين. هادشي هذا غير ابتلاء، والحمد لله. هادشي غير اختبار غيدوز منه هشام ان شاء الله، وغينجح فيه وغيتشافى وغيرجع حياته العاديه الطبيعيه ان شاء الله، بفضل الله، بفضل دعوات المسلمين يا ربي. كيف ما شفتوا خوتي كان هذا هو الفيديو. اذا عجبكم اخوتي ما تنسونيش من اللايك، ما تنساوش انكم تشتركوا في القناه وتضغطوا على زر الجرس باش توصلوا بكل جديد، وكذلك ما تنسونيش من تعليقاتكم الزوينه بحالكم. دمتم في امان الله، الى فيديو قادم ان شاء الله.